اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم البنات في قناتي، قناة مطبخ صباح. سلام ومرحبا بكم. أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا. مبارك الشهر علينا وعليكم إن شاء الله. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا بإذن الله. البنات، مرحبا بكم مرة ثانية. نقول لكم رمضان إن شاء الله مبارك علينا وعليكم. اليوم جبت لكم خبز المطلوع او خبز الكوشه. راح نديروه خطوه خطوه مع بعضنا، وان شاء الله راح ينال اعجابكم اكيد. الخبز هذا راح يجيكم فش منفخ. وش نقول لكم، وش نحكي، وش نهضر في هذا الخبز. هذا الخبز قطني يا بنات، والله قطني. المكونات راهي بسيطة والطريقة ثاني أبسط وأبسط. نبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. عندنا هنا حوالي 6 كيسان، زوج، الكاس الثالث، وهذا كاس الرابع، الكاس الخامس، وهذا الكاس السادس. نصيروهم البنات، نحطوهم في جفنة ولا قصعة، ونجيبو الخميرة. راح نديرو هنا مغرف، عمرو مليح البنات، المغرف تكون بومبي يعني معمرة، ونديرو معها مغرف سكر ومغرف صغيرة تاع الملح. نجيبو الزيت ونكيلو 5 مغارف تاع الزيت عادي، زيت المائدة. نجيبو الماء دافي البنات، يكون دافي، ما يكونش ساخن وما يكونش بارد، باش ما يكتلناش الخميرة. نبداو ساعة بالخميرة، نذوبوها ونذوبو السكر، ومن بعد نخلطو كامل المكونات. نعجنوه، ما يتطلبش العجين بزاف البنات، شويه برك تاع هكا نلموه وخلوه شويه يتلاصق البنات، ما تيبسوش العجينه. راح تشوفوها معايا في الفيديو. ديروا غير بشويه الماء البنات. كاين فرينه تشرب وكاينه فرينه ما تشربش. ديما ننصحكم بهذه النصيحه. الفرينه تختلف مرة على مرة، تختلف، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. نكبوا بالماء بشويه ونلمو. هنا نبداو البنات نخبطوا فيه بهذه الطريقه. ما نطولوش البنات، غير شويه يعني. نبداو حتى ترطب معنا العجينه شوي. شوفوا البنات، هنا راني نتعارك مع القصعه. المهم بعد ما نخبطوه دقيقة ولا زوج يعني هكا، مش بزاف البنات، نلموه ونخلوها تريح مدة ربع ساعة. رجعت لها، وهنا نبل ايدي البنات، نبلوها بالماء ونخبطو كيما راكم تشوفوا. نخبطو العجين مليح باش يجي مفشفش معانا من بعد كي يطيب. بلي ايدك بالماء، وكيما راكي تشوفي اني ناكد ونعاود بلي ايدك باش ما يلصقش في يدك، خاطرش العجينه شويه راهي مرخوفه يعني تتلاصق. لازم نخدموها بالماء. نقعدوا بهذه الطريقه حوالي 4 دقائق ولا. نخبطوا فيه، وكي تتعبوا البنات خلوه وزيدوا رولوا ليه. بعد ما تشوفوا العجينه رطابت في يديكم ولات العجينه ملسه يعني، وطلقت سلكها يعني، طلقت العلك نتاعها. شوفوا راني نتعارك مع القصعه، معليش. القصعه خفيفه البنات، عليها راهي تعبتني، مساعدتني شويه. المهم نجيبوا الزيت ونحاولوا نبلوا العجين، نلموا العجينه بها. عفوا البنات، نلموها بالزيت ونغطوها ونخلوها ترتاح حتى يطلع معنا ويضاعف الحجم تاع العجين كما راكم تشوفوا. نزيدو نجيبو الماء البنات ونهبطوا الخميره هذيك، نهبطوها
هي طلعت معنا هنا نهبطوها ونكونوا موجدين الخبز اليابس البنات. هذا الخبز اليابس انا هرستو ودرتو خشين البنات، لكن كما تشوفوا فيه خشين شويه. نقسموا عجينتنا وجاتكم. تحبوهم صغار ديروا 4، حبيتوهم كبار انا درتهم شويه كبار البنات. راح يجوكم 4 5 كما حبيتو. هي من الاحسن صغروا البنات باش تتحكموا في القرصه، صغروا اللوزه وصغروا القرصه باش كي طيبوها تتحكموا فيها البنات. نحطوا اللوزات نقلبوهم في وسط الخبز هذاك باش ما تتلصقش معنا، ونكونوا مفرشين للخميره تاعنا او للخبز، ونحطوهم يرتاحوا غير شويه تاع دقيقه ولا خلوها ترتاح، ونبداو نقرصوا فيهم وحده بوحده. اللي نقرصوا نبداو بالاولى اللي لوزناها الاولى. شوفوا البنات نبداو نقرصوا. نعدت لكم المراحل خطوه خطوه البنات باش تنجحوا فيه ان شاء الله. خبز ولا اروع، تقدروا تحشوه، تقدروا تزوجوا به الشربه، تزوجوا تاكلوا به الكراتان كيما حبيتوا. راح ما تشبعوش بها البنات، راح يجي مفشفش ويجي منفخ ويجي ما شاء الله شوش وكي تفتحوه تحشوه تلقاوه فارغ من داخل. يعني ما عندي ما نحكي فيه، ما عندي ما نوصف في هذا الخبز. ما شاء الله ما شاء الله، قطني باذن الله راح يجيكم قطني بسم الله ما شاء الله. خبز ما عندي ما نحكي فيه، ناجح 100%. شوفوا البنات نعدت لكم هنا الحجم اللي تخلوه فيه، خلوه شويه خشين ما يجيش رقيق بزاف، مترقوش القرصه البنات باش تجيكم فشفشه. شوفوا هنا البنات هذاك نفافخ، يعني دليل على انه العجينه ناجحه 100%. نخلوه يرتاح في راحته على حسب الجو البنات. لا عاد سخون مش راح يطول معاكم، لا عاد بارد اكيد راح يدي وقت شويه. المهم نسخنوا الفرن تاعنا والكوشه يعني، وخليه يعني على نار قويه البنات. لا عاد دوك الكوش كيما تاعي ديريه نار متوسطه لان قاويه النار تاعو، ديريها متوسطه راح يطيب معاكم في مده يعني خفت رمشه العين. هنا السنيوه اللي طيبوا فيها ولا البلاع اللي طيبوا فيه حاولوا تدهنوه قبل ما تحطوا القرصه ولحوه يطيب، راح يطيب رمشه العين. هنا البنات بعد ما يخرج راح يبان الكلي يابس، غطيه وخليه شويه هاك ولي ليه راح تلقايه طري كيما راكي تشوفي، يجي خفيف مفشفش يعني قطني. ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. راح تاكلوا وتدعوا لي البنات، جربوه وراح ان شاء الله باذن الله يعجبكم وتعتمدوه اكيد، ما راح تشبعوش به، راح يجي يهبل من الاخير يعني ما شاء الله. شوفوا البنات ما حيدير بابا، ما يجي خشين، ما يجي معجن، ما يجي راح يجيك خفيف ريشه وقطني ويذوب في الفم ذوبان. قلت لك برك كي تخرجي من الكوشه حاولي تغطيه باش السخانه هذيك تولي ليه يولي طري خلاص ما تخافيش منه. ملاحظه البنات كي يعود لداخل حاولي ترشيه بميها، كي يعود قريب راح يطيب رشيه بميها وخليه في وسط ورجعيه للكوشه يكمل طيابه. هذه هي النصائح وهذه هي الوصفه تاع اليوم. اللي دخلوا جدد نقول لهم مرحبا بكم وشكرا لكم، واللي البنات اللي معايا ما تنسونيش في اللايك وفي الجام وديروا لي تعليق، واللي جرباتو تكتب لي تقول لي جربتو كيفاه جاها. ان شاء الله تنجحوا كامل في الوصفه هذه وتنال اعجابكم. صحه فطوركم وخليكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.